سلقت البلح والمكسرات في مَيّة سخنة بتغلي، وزي ما أنتم شايفينه كده سلقتهم وقُلت أجرّب الطريقة من على النت، وأدي آخرة اللي يجرّب وصفة من على النت، زي ما أنتم شايفين كده أنا باسلق البلح بالمكسرات، والنتيجة طلعوا مانجا في الآخر والله زي ما باقول لكم كده، طلعت مانجا. هاجيب حلة مَيّة وفيها مَيّة بتغلي زي ما أنتم شايفين، وهاجيب البلح زي ما هو كده بالعمود بتاعه، وطبعًا لو عندِك لوز أو بندق بس هي الوصفة دي بتتعمل باللوز، هاحط شوية لوز كده معاهم في المَيّة، زي ما قُلت لِك الوصفة دي بتتعمل باللوز، لو أنتِ عندِك مكسرات النوع اللي تحبيه، بس هي أصل الوصفة أو الوصفة اللي أنا شُفتها باللوز، هي أساسًا أكلة خليجية مش مصرية، فما أعرفش بقى أي بلد بالضبط، فلو أنتم عارفين إن هي أي بلد قولوا لي في التعليقات. زي ما أنتم شايفين كده حطيت اللوز كلّه وحطيت البلح، هاسيبهم 10 دقايق يغلوا مع بعض، 10 دقايق أهو، 10 دقايق هنسيب اللوز والبلح يغلوا ونشوف هنعمل إيه. طلّعت البلح من المَيّة السخنة اللي بتغلي وطلّعت اللوز، هابتدي أقشّر اللوز. عرفتوا ليه إحنا سلقنا اللوز؟ اللوز أول لمّا بتسلقيه لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق القشرة بتاعته بُصّوا بتتشال بكل سهولة، وعايزة أقول لكم إن كمان البلح بياخد طعمه كده، زي ما أنتم شايفين آدي اللوز اتقشّر بكل سهولة لمّا اتسلق، هاقول لكم برضه هنعمل إيه في البلح، باجيب المقوار عشان أقوّره وأطلّع البذرة منه، تمام؟ زي ما أنتم شايفين كده أنا باطلّع البذرة من البلح أهو، ما باشقّوش، باجيب المقوار وباقوم جايبة راسه فوق وأقوم ضاغطة المقوار على راسه من فوق وأقوم طالعة بالنَوى بتاع البلح زي ما أنتم شايفين كده أهو، عشان طبعًا نحشيه اللوز اللي هنقشّره، هاخلّص الكمية كلّها بنفس الطريقة كده، بعد أمّا أقوّر كل البلح هاوريه لكم وأقشّر كل اللوز ده وبعد كده أوريه لكم، زي ما أنتم شايفين كده، هاعمل بقى إيه، هاحشيه لوز بالطريقة دي، بس هاخلّص الكمية وإن شاء الله نحشيه سوا. خلاص كده أنا خلّصت البلح وطلّعت النَوى بتاعه كلّه، هاجيب بقى اللوز وأجيب البلحة بدل ما كان فيها نوى هاحط مكان النوى اللوز، اللوز المقشّر، زي ما أنتم شايفين كده، بعد ما قورت البلح الكمية دي كلّها، مكان تقوير بقى البلح أو النوى هاحط اللوز ده، زي ما أنتم شايفين، وطبعًا لو اتبقى شوية لوز هاشيلهم في التلاجة، أعمل بيهم كبسة، أعمل بيهم أي حاجة، مش هيخسّروا عندي، وخاصةً إن هُم متقشّرين. هاخلّص الكمية ونشوف هنعمل إيه. طبعًا لو أنتِ هتجرّبيها في أول مرّة اعملي كمية قليلة، لكن أنا عشان جرّبتها مرّة ودي الصراحة تاني مرّة، أنا ما باصوّرش وصفة غير أمّا أجرّبها مرّة ليّا أنا الأول، لقيتها تمام وزي الفل، أقوم مصوّراها على القناة عندي. هاحط كوباية مَيّة على البلح بعد أمّا حطيته في الحلة وعصرة ليمونة كاملة، هاعصر ليمونة كاملة وكيس سُكّر كامل. أنا حاطة قد إيه يا سارة بلح؟ أنا حاطة كيلو ونُص بلح وهاحط عليه كيلو سُكّر وهاحط ليمونة زي ما أنتم شايفين كده. حطيتها على النار وخدت غلوة وبعد كده وطّيت النار خالص بعد أمّا خدت غلوة وبقت بالشكل ده، قعدت بالضبط ساعة إلا ربع لحد ما وصلت للقوام ده، هاجيب جيلي مانجا أيوه وده اللي هيدّيها طعم ولا في الخيال، هاحط كيسين جيلي مانجا، قبل كده أنا جرّبت في كمية أقل من كده بس المرّة دي عجبتنا بصراحة، فعملت كمية كبيرة، حطيت كيسين جيلي مانجا كده، فعايزة أقول لكم هتخلّي لون المربى وطعمها يعني في حتّة تانية، هتبقى مانجا كده بنكهة البلح، يعني حاجة تانية خالص. خلاص كده القنبلة جاهزة معانا للانفجار، عايزة أقول لكم الأكلة دي من الأكلات اللي أنا باموت فيها، بُصّوا كلتها مرّة، تاني مرّة دي بقت بالنسبة لي إدمان أنا وجوزي وعيالي. ساندوتشات المدارس بقى، بقى لو أنتِ عندِك معلقة قشطة تفرديها في الساندوتش وعليها بقى حبّة مربى بلح بطعم المانجا، حاجة كده يعني بُصّي تخلّيكِ في عالم تاني. أنا حاجة واحدة بس اللي مخلّياني ندمانة إن أنا عملت الوصفة دي وجرّبتها وبعد كده حبيتها، إن هي كلّها سعرات حرارية عالية جدًا، يعني اللي عايزة تخس ما تعملهاش، أمّا اللي مش فارق معاها أحلى حاجة ممكن تاكليها في حياتِك.